موجين بيبقى هيحكي لهم على اللي شافه، وفجأة بيلاقي حد جنبه فبيتفزع، بس ما بيبقاش حد شايفه غيره، فبيقول لهم خدوني على المستشفى بسرعة. والدكتورة هناك بتقول له ما عندكش حاجة، روح عيادة طب كوري عشان طاقتك بس مسدودة شوية، وهي أصلا بتبقى بعتها لجوزها. بيروح هناك وبرضه بيشوف الشخص ده هناك، بيرجع المكتب وبيلاقيه قاعد جنبه هيجو، فبيقول لها انه جنبها فبتتفزع. والتاني بيقول له دي فرصة، انت اول محامي تشوف الاشباح وكده هنحقق ملايين المشاهدات. هيجو بتقوله طب ما تسأله كده تساعده ازاي عشان يحس بالسلام، وفعلا بيسأله فبيتريقوا عليه. والشبح بيقول له انا مينو، وبيحكي له انه كان عايش مع مامته بس المدرس بتاعه جاب له مصنع يتدرب فيه عملي، فبيودعها بالسلام بتاعهم وبيروح المصنع. المدير بيعرفه على المصنع وبيقوله لو اشتغلت كويس من غير مشاكل هعينك على طول، وبيوريله السكن اللي بيبقى اصلا من غير سراير. بيروح المصنع عشان يستلم المكنه من الشخص اللي هيمشي، وبيقوله انها بتقف، فلو وقفت هتنضف حزام الشحم ده، ولو ما خدتش بالك المكنه هتسحبك. وبيديله كتاب عن صيانته. بيبقى زمايله بيعاملوه وحش، والاكل بيبقى وحش برضه، بس مش بيقول لمامته حاجه. بيجي العيد وبيبقى المفروض يروحوا، بس بيسمعوا صوت مينوك بيصرخ. بنرجع لموجين واللي بيلاقيهم بيضربوا فيه عشان يفوق. بيطلع المصنع ده هو المصنع اللي لسه رايحينه والحديد وقع عليه فيه. بيروحوا الصحفية كانت زميلة غيونيو، فالتانية بتغير منها وبتقول لها انها حبب، وبيسألوها عن اي معلومات عن قضية مينوك.